ناس كتيرة جدا بتبتدي في الدروب شيبنج وبتمشي في الخطوات بتاعته وبتروح تختار المنتج الرابح، بعد كده تعمل ديزاين للستور الشوبيفاي المتجر بتاعهم، لكن دايما بتيجي تعطل في حتة الفيديو الترويجي للمنتج ده على السوشيال ميديا. والفيديو ده انا هعمله ازاي وهعمله فين وهيكلفني كام والقصة الطويلة دي كلها. والفيديو بتاع النهارده بقى احنا هنتكلم فيه على كل انواع الفيديوهات الترويجية لمنتجات الدروب شيبنج من ارخص حاجة لاغلى حاجة. وفيديو المنتج الترويجي على السوشيال ميديا دي تعتبر من اهم الخطوات الموجودة في الدروب شيبنج، عشان دي اصلا اللي بتشد العميل وبعد كده بتخليه يتحول على المتجر بتاعك عشان يشتري المنتج. اهلا بيكم، انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناة هنا. فيديو النهارده زي ما قلنا هنتكلم على كل انواع اعلانات منتجات الدروب شيبنج اللي موجوده على السوشيال ميديا، وايه الاعلانات اللي بتجيب نتيجه وايه الاعلانات اللي ما بتجيبش نتيجه، وايه الفيديو الاعلاني اللي عشان اعمله بيكلفني فلوس كتير، وايه الفيديو الاعلاني اللي انا اعمله ما بيكلفنيش فلوس كتير، وهنتكلم ايه الحاجات فيهم الفاشله وايه الحاجات فيهم الناجحه، عشان زي ما قلنا الفيديو ده هو اهم حاجه وده اللي بيحول العميل للمتجر بتاعك. وقبل ما نبتدي يا ريت تنزل تحت دلوقتي وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتعمل لنا فولو على اكونت انستجرام وتيك توك بتاعنا، وان شاء الله هنبدا ننزل عليهم حاجات كده سواء بقى في الدروب شيبنج او التسويق بالعموله، ان شاء الله حاجات هتفيدكم يعني، فيا ريت تعملوا لنا فولو. ويلا بينا بقى دلوقتي نتكلم على 7 انواع لاعلانات منتجات الدروب شيبنج على السوشيال ميديا. واول نوع هنتكلم عنه هو اسوأ نوع في انواع اعلانات الدروب شيبنج، وهو انك بكل بساطه بتاخد الفيديو بتاع المورد على طول وتحطه على السوشيال ميديا. يعني مثلا لو دخلت على اي منتج على علي اكسبريس وبعد كده خدت الفيديو الاعلاني اللي علي اكسبريس منزله وحطيته على صفحتك بقى على تيك توك او انستجرام ايا كان، يعني حطيته على طول كده. وطبعا الفيديوهات اللي بينزلها المورد دي بتبقى الكواليتي بتاعتها وحشه جدا وبتبقى افكارها وحشه جدا، فيعني دي اسوأ حل ممكن تلجأ له اصلا في موضوع الاعلانات الدروب شيبنج ده. وده غير بقى كمان ان المتجر بتاعك ما بيبقاش مميز خالص، يعني شوف في كام واحد بيستخدم انواع الاعلانات دي، هو عشان بسيط وسهل ورخيص فهتلاقي متاجر كتيره جدا بتاخد نفس الفيديو تحطه، فانت مش هتظهر وسطهم طبعا عشان كلكم بتستخدموا نفس الفيديو، انما اللي بيستخدم فيديو مختلف هو ده اللي بيوصل وبيظهر. فده اول نوع يا ريت نشيله من حساباتنا نهائي. والنوع الثاني بقى اللي معانا ان انت تاخد الفيديو بتاع المنافس بتاعك اللي بيبيع نفس المنتج بتاعك ده وتبدا تنزل الفيديو ده عندك على السوشيال ميديا. وفي ناس بتعمل ان هو بيدور على كل المنافسين بتوعه واللي بيبيعوا نفس المنتج وبياخد من كل واحد منهم فيديو بيحطه على السوشيال ميديا بتاعته، لكن طبعا هنا في عيبين خطيرين جدا وهيأثروا عليه. اول حاجه ان المنافس بتاعك ده اللي انت تاخد الفيديو بتاعه هو ممكن يعمل لك قضيه حقوق نشر، وساعتها ممكن يقفل لك الحساب بتاعك بقى على السوشيال ميديا، وممكن توصل ان يقفل المتجر بتاعك كمان عشان انت سرقت حاجه بتاعته من غير ما تقول له او من غير ما ترجع له. تاني حاجه بقى ان حتى لو ما جالكش حقوق نشر اصلا فالخوارزميات بتاعه السوشيال ميديا سواء فيسبوك او انستجرام او تيك توك هتخلي الفيديو بتاعك ما ينتشرش اصلا، حتى لو عملت فيها ناصح وخدته وعدلت على كاب كات وزودت بقى موسيقى وحطيت افكتات وحطيت تكست وغيرت حاجات كده، برضو الخوارزميات بتاعتهم هتعرف ان انت واخد الفيديو ده من حد تاني وهتخلي الفيديو بتاعك ما ينتشرش خالص. فبرضو الحل ده مش احسن حل وحل سيء جدا. والنوع الثالث بقى اللي معانا، وهنا بقى هنعلى بالتكلفه شويه كده عشان طبعا الطريقتين اللي فاتوا دول كانوا ببلاش نهائي اصلا، هو انك تروح لموقع بيصمم فيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي زي مثلا موقع توب فيو كده، وهو بيجيب لك شكل انفلونسر او بلوجر بس بالذكاء الاصطناعي، بيكون اقرب ما يكون للبني ادمين يعني، وهو اللي بيعمل لك ريفيو وشرح للمنتج ده. وانا كنت عملت فيديو قبل كده بالتفاصيل الممله على موضوع توب فيو ده وازاي نستخدمه وازاي نسوق للمنتج ده، وهسيب لكم اللينك الفيديو تحت في الديسكربشن. لكن الطريقه دي عيبها ان الناس مش بتتفاعل معاها قوي، عشان طبعا بيبقى الصوت ذكاء اصطناعي وبيبقى شكل اللي بيشرح المنتج برضو افاتار بالذكاء الاصطناعي، فبتبقى حاجه ما بتلمسش البني ادمين قوي، وعشان الناس طبعا ما بتتفاعلش مع شكل الافاتار خالص يعني. لكن الطريقه دي تعتبر بتبقى كويسه في حاله ان واحد معهوش فلوس خالص يعمل اعلانات، فهي على الاقل الطريقه دي بتبقى امان 100% من موضوع حقوق النشر، يعني بمعنى اصح الطريقه دي نقدر نقول عليها احسن الوحشين في موضوع الاعلانات ده. واشتراك الموقع بتاع توب فيو ده بيكلفك حوالي مثلا 19 او 20 دولار في الشهر حاجه كده يعني. والنوع الرابع بقى من الاعلانات انك تجيب المنتج وتشحنه في بلدك هنا، يعني مثلا انا دلوقتي اجيب المنتج ده مصر عندي وبعد كده بقى انا اللي ابدا اعمل صور وفيديوهات للمنتج ده واحطها على السوشيال ميديا، زي مثلا استخدم المنتج ده وانا بستخدمه، او استخدم المنتج ده في الحاجه يعني اللي هي بتفيد الناس، او اخلي حد مثلا من صحابي او كده يستخدمه حاجه كده يعني. وتحاول طبعا في الفيديو اللي انت بتعمله ده ان في خلال 20 30 ثانيه كده تحاول تطلع ميزه المنتج ده والمنتج ده بيحل مشكله ايه بالظبط. ودي بقى مش هتكلفك اي حاجه، هي اي نعم هتكلفك بس ان انت تشحن المنتج عندك في مصر، دي طبعا هتبقى تكلفتها عاليه شويه وكمان هياخد وقت عمال ما يجي، بس هي خطوه مهمه جدا وهتفرق معاك. وانت كل اللي محتاجه بس ان انت يكون معاك موبايل سمارت وتصور الفيديو ده، وممكن بقى تعدله بقى على كاب كات او اي حاجه بسيطه كده يعني. وطبعا انت لو جيت دخلت على تيك توك هتلاقي فيديوهات متصوره بالطريقه دي، ان واحد بيصوره في البيت من غير بقى ما يكون
محترف ولا يكون شاطر ولا كده، وهتلاقي الفيديوهات دي بجد بتجيب ملايين المشاهدات، عشان اصلا الناس بتحب النوع ده، ان انت تبين في الفيديو استخدام المنتج ده بيعمل ايه او بيحل مشكله ايه. فالطريقه دي حلوه جدا وانا بنصح بيها بصراحه. وعشان بقى تعرف تجيب افكار تصور بيها الفيديوهات دي، ان انت تروح تشوف المنافسين بتوعك وتشوف الفيديوهات اللي بيعملوها دي عامله ازاي، وتاخد الافكار اللي هم بيعملوها دي او الطريقه دي وتعملها انت بنفسك وبطريقتك بقى. فدي هتوفر عليك ان انت تبتكر، وفي نفس الوقت تبقى ماشي مع السوق وبتقدم فيديوهات زيها زي السوق، بس بقى الفيديوهات دي بتبقى من ايه، من انتاجك انت. وزي ما قلنا برضو ان انت بتشحنه مصر مره واحده بس، وبعد كده بقى بتستخدم الفيديو زي ما انت عايز، وتعمل فيديوهات كتيره جدا وهي ما بتكلفكش حاجه. والنوع الخامس من الاعلانات بقى وهو اعلانات اليو جي سي، او هي اعلانات اليوزر جنريتد كونتنت. ودي بتبقى عباره عن ناس مش مشهورين ولا معروفين، لكن بتبقى وظيفتهم ان هم بيصوروا فيديوهات وهم بيستخدموا المنتج ده، وبيظهروا بوشهم وبشكلهم وبكل حاجه. وانت كل اللي بتعمله انك بتشتري المنتج وتشحنه عليهم، وهم بقى اللي يصوروا الفيديوهات وبعد كده يبعتوها لك. وزي ما قلت لك هم بقى بيصوروا الفيديوهات وهم بيستخدموا المنتج ده في حياتهم اليوميه، وانه بيحلوا بيه ايه او كده، وبعد كده بيبعتوا لك الفيديو ده. والمواقع بقى اللي بتساعدك ان انت تعمل اعلانات اليو جي سي دي هي مواقع كتيره جدا. ففي موقع مثلا تاج بوكس، وفي موقع مثلا فايرال ايكوم ادز، وفي مواقع كتيره جدا. يعني لو دورت على جوجل هتلاقي مواقع كتيره جدا بتعمل الموضوع ده. وبتكون تكلفه الشحن بعمايل الفيديو بتقف بحوالي 60 او 50 او 70 دولار في الرينج ده يعني. ودي طبعا معظمها بتبقى شركات في امريكا عشان الشحن ما بيبقاش غالي قوي، وبتبعت لهم المنتج ده وهم يبعتوا لك الفيديو. فده برضو نوع من الاعلانات الموجوده. وسادس نوع بقى من انواع الاعلانات دي وهو شبه اللي فات شويه، لكن مش هتتعامل بقى مع شركات زي اليو جي سي ادز والحاجات دي كلها، لا ده انت هتتعامل مع عامل حر. وهو انك هتلاقي على مواقع العمل الحر زي مثلا فايفر واب وورك وكده، هتلاقي ناس كتيره جدا هم وظيفتهم ان هم بيعملوا ريفيو للمنتجات او شرح للمنتجات، سواء بقى انت بتتفق معاهم عايزهم يظهروا بوشهم او مش بيظهروا بوشهم زي ما انت عايز. ودول انت بتتفق معاهم ان انت هتبعت لهم المنتج على العنوان بتاعهم على البيت، وتبعت لهم مثلا شكل الفيديو اللي انت عايزه اللي المنافس بتاعك عامل زيه مثلا، وتقول لهم انا عايز اعمل فيديو زي الفكره دي كده بالظبط. والطريقه دي بقى بتقف اوفر شويه من الطريقه اللي فاتت، عشان اللي فاتت دي بتبقى موقع فبياخد فلوس غاليه، انما ده بيبقى عامل حر واحد بيبقى الموضوع ارخص شويه. يعني مثلا ال 60 او ال 70 دولار اللي صرفتهم في اللي فاتت دي، هنا مثلا ممكن تكلفك مثلا 30 دولار 40 دولار حاجه كده. ده بقى انت وشطارتك معاه، ولو واحد مبتدئ ممكن يبتدي معاك بسعر رخيص جدا. والنوع السابع والاخير بقى في موضوع الفيديوهات الاعلانيه لمنتجات الدروب شيبنج ده، انك تروح لانفلونسر مشهور في البلد اللي انت بتبيع فيها المنتج دي وتتفق معاه. والاتفاق اللي ما بينكم ده بيبقى عباره عن انك هتبعت له المنتج على البيت عنده، وتتفق معاه بقى ان هو يصور الفيديو ده وهو بيستخدمه او كده، وساعتها بقى بتتفق معاه سواء بقى يبعته لك وانت تنزله او تتفق معاه ان هو ينزله، ايا كان الاتفاق يعني. لكن طبعا الطريقه دي هي اكتر طريقه مكلفه فيهم جدا، عشان طبعا كل ما بتروح لواحد عنده فولورز كتير فهو بيطلب فلوس اكتر، وفي نفس الوقت لو رحت لواحد ما عندوش فولورز كتيره قوي فطبعا ممكن ما يجيش من وراه مبيعات كتير. فهي نسبه وتناسب يعني. ودي كده كل انواع اعلانات فيديوهات الدروب شيبنج السبعه اللي اتكلمنا عليهم، واتكلمنا على كل واحده فيهم بتفاصيل كده شويه، مش تفاصيل كتيره يعني، واتكلمنا كل واحده فيهم هتبقى بتكلفه حوالي كام، وايه الحاجه الكويسه وايه الحاجه الوحشه والقصه دي كلها. وكده احنا وصلنا لاخر الفيديو. لو في اي حاجه تانية في الدروب شيبنج او اي حاجه من الحاجات اللي قلناها النهارده دي عايزيننا نعمل عنها فيديو بقى شرح عملي بالتفاصيل الممله، يا ريت تسيبوا لنا كومنت وتقولوا لنا ايه الحاجه اللي انتوا عايزينها، وهل نكمل في موضوع الدروب شيبنج ده ولا نتكلم على التسويق بالعموله او اي حاجه تخص التجاره الالكترونيه عموما. ولو في اي حاجه واقفه معاك وعايز تسال فيها فيا ريت تبعت لنا مسج على اكونت انستجرام بتاعنا، وهنسيب لكم تحت في الديسكربشن لينك اكونت تيك توك وانستجرام عشان تعملوا لنا فولو، وان شاء الله هنبقى ننزل عنه حاجات كتيره جدا هتفيدكم وهتساعدكم. وان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد بفكره جديده، ونشوفكم على خير. سلام.